لو عايزين طريقة الملوخية فرجعوا على في الفيديو، واتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. النهارده هعمل لكم الملوخية الخضراء بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة، وازاي تحافظ على لونها الاخضر بالطريقة اللي هعملها لكم. هنبدأ بسم الله. معانا الملوخية هنروح نغسلها وننشفها، يا اما انت مستعجله تحطها تحت المروحه، يا اما تسيبها شويه كده في الشمس، تحتها فوطه وتفرشيها عليها، او حته قماشه نظيفه وتفرديها عليها، وتحت المروحه ممكن تحطيها او ممكن تسيبيها في الشمس. دي الملوخيه بعد ما غسلتها بالشكل ده كده، بعد ما نشفت هخرطها وارجع لكم. هي بعد ما خرطتها بالشكل ده كده اهي، حاطين بقى حلة الشوربة على البوتاجاز اهي بتسخن. قبل ما تغلي هنسقط فيها الملوخية، بس في تكة كمان، هنحط نص معلقة سكر في قلب الشوربة. هنحط بقى نص معلقة السكر اهي، دي هتخليها مسكرة وحلوة كده. هنسقط الملوخية. حطيت الملوخية اهي، يا دوبك بس تغلي من الجناب، وهطفي على الملوخية، وهنبدأ نعمل لها الطش. الطش عبارة عن توم ومعلقة سمنة، حاطة فيها برضو زبدة عشان تخلي طعمها حلو طبعا. هقلبها بالشكل ده كده اهي، هي غلوة واحدة بس وهنطفي عليها بالشكل الجميل ده اهي. اهي كده هي ابتدت تغلي، هي غلوة واحدة كده، هطفي عليها اهيت بالشكل الجميل اهيت. ودي التومة بتاعت الملوخية اهيت بالشكل الجميل ده اهي، وهنحط عليها شوية كزبرة بالشكل ده اهي. الملوخية في الطاجن، بسم الله. شايفين ما شاء الله اهيت. ننزل بالتومة، اوعى وشك اهي بالشكل ده كده. اتمنى الملوخية تعجبكم، وكده الفيديو خلص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.